عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكلة سما، من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة باذن الله هنعمل مع بعض صينية فراخ في الفرن بتتبيلة رهيبة وطعمها حكاية، حاجة كده من الاخر وهم. انا عن نفسي بعملها بقالي سنين، وكل اللي بيدوقها بنبهر بطعمتها وبروعتها وبالتتبيلة بتاعتها. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقتنا ونشوف صينية الفراخ في الفرن هتبقى طعمها ايه. عندنا 2 كيلو وراك، وكمان عندنا 3 طماطمات، 3 بصلات وسط، جزرتين وسط، كمان 3 قرون فلفل وسط. وعندنا بقى التتبيلة بتاعتنا البسيطة اللي بتميزنا في أكلنا عن أي حد. معلقتين كبار ملح، معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقة صغيرة بهارات فراخ، وعندي ورق راولة وحبهان، وربع كوباية زيت. بس كده، شايفين التتبيلة سهلة وبسيطة ومفيش أسهل وأطعم من كده. يلا نبدأ بطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نحط اللايك ونبدأ نشوف الفيديو بتاعنا. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نبدأها في الطريقة بتاعتنا إن احنا هنجيب الكبة بتاعتنا ونفرم كل المكونات بتاعتنا بالشكل ده كده. هنزل بالخضار بتاعنا كله كده في الكبة، ولو ما عندكيش كبة تقدري ان انتي تبشريه على ايدك بالمبشرة العادية، ما فيها اي مشكلة. انا احيانا ببشر كل الحاجات ديت على المبشرة لو مش عايزة استخدم الكبة. انا بقى هفرمهم فرم ناعم جدا. ده شكل الخضار بتاعنا بعد ما فرمته كله يا حبايبي بالشكل ده كده. شايفين؟ الله على ريحة الخضار، يجنن. بعد ما فرمت الخضار بتاعنا يا حبايبي في الكبة كده، هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالملح والفلفل وكمان بهارات الفراخ، واقلبهم مع بعض كويس جدا. بسم الله، ربنا يحسن بين ايدينا يا رب. الطريقة دي كده هقلب كل البهارات مع الخضار بتاعنا كويس عشان كله يتبل ويشرب من التتبيله. بعد ما قلبت البهارات مع الخضار بتاعنا، التتبيله بتاعتنا كده كلها بقت جاهزه. هنيجي بقى علشان نحشي الفراخ بيها. اول حاجه بقى اعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب الصينيه ان انا هعمل بها الفراخ اللي انا هدخلها في الفرن، وبعدين هنزل كده بشويه تتبيله في ارضيه الصينيه كده بالطريقه دي. بعد ما نزلت التتبيله كده في الصينيه يا حبايبي، هجيب بقى الفراخ بتاعتنا علشان نحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الورك كده، وبعدين هحاول اخلي مكان الجلد واللحم بالشكل ده كده، علشان انا هحشي الفراخ من تحت الجلد بالطريقه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحشي كده. بسم الله، ربنا يحسن بين ايدينا يا رب. وكمان هحط تتبيله من تحت كده في الورك، واحاول احشيه كله من تحت الجلد كده بس بالراحه علشان ما يتقطعش مني بالطريقه دي. شايفين كده؟ هجيب الورك التاني برضو هعمله بنفس الطريقه. ولو كمان احيانا بعمله يعني بيبقى فيه صدور، بعمل الصدور عادي، بس بديها فتحات من فوق كده علشان التتبيله تتعمق في اللحم وتشرب، واللحم يشرب التتبيله ويبقى مستوي ومتبهر كله، لان الورك مبياخدش سوا زي الصدور. فبتبله اكتر بان انا افتحه زي الشرايح من فوق كده واحط فيه التتبيله، يبقى طعمه جميل جدا. مش شرط وراكي، يعني ممكن تعملوا صدور برضو بالطريقه دي كده. شايفين؟ حشيها كده من تحت الجلد، وبقوم حاطه الجلد كده، غطي تاني
وارصه في الصينيه. هعمل الكميه كلها. بعد ما حشيت يا حبايبي الوراك بالشكل ده كده، هاجي بقى فوق ببقيه التتبيله بتاعتنا واحطها على الوش كده. الله ما شاء الله، ريحتها تجنن والله. امال بقى لما تدخل كده وتستوي بتبقى رهيبه. حاجه كده تقدري ان انت تعمليها في عزومات رمضان او في الايام العاديه. بصراحه صينيه كل اللي هيدوقها هينبهر بطعمتها. بعد ما نزلت كل الخلطه بالشكل ده كده، نزلت التتبيله كده على الوراك على الوش كده بالطريقه دي. هجيب بقى الورق الراوله هحطه كده علشان زفاره الفراخ، والحبهان كمان بالطريقه دي. واخر حاجه بقى ربع كوبايه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. احطها كده بالشكل ده. وبكده نكون تبلنا الفراخ بتاعتنا قبل ما تدخل الفرن. يفضل يا حبايبي ان انت تعمليها من بالليل وتسيبيها تعملها على بيات وتسيبيها لتاني يوم. ده بيفضل ويستحسن، بتشرب من التتبيله اكتر وبتديكي طعم ونتيجه اروع. لو انت مستعجله يبقى يعني اقل حاجه ساعتين، ولو مش قادره ان انت تسيبيها ساعتين ممكن ان انت تسويها على طول، مفيش فيها اي مشكله. بس كل ما بتبقى في التتبيله اكتر كل ما بتديكي نتيجه احلى واروع. دلوقتي انا هغطيها بورقه فويل واسيبها في التلاجة لمده ساعتين. هحطها في التلاجة لمده ساعتين وبعد كده هنسويها مع بعض. وبعد يا حبايبي ما سبت الفراخ بتاعتنا في التتبيله لمده ساعتين في التلاجة، هنيجي بقى علشان نسويها. انا هاخدها دلوقتي على البوتاجاز من فوق على نار عاليه، يا دوبك ان هي تاخد غلوتين ومع بعض كده قبل ما ادخلها الفرن. في الحاله دي وهي بتاخد غلوتين على البوتاجاز من فوق، هولع الفرن على درجه حراره 200 من فوق ومن تحت. يعني هولع الشوايه وهولع كمان من فوق على درجه حراره 200 اعلى درجه. وهدخل بعد الصينيه بعد ما اسيبها 5 دقايق على النار من فوق تغلي، هدخلها في الفرن بالطريقه دي. مش هكشف عليها خالص، هتقعد في الفرن عندي لمده ساعه. هاخد نص ساعه وهي متغطيه كده، وبعد النص ساعه التانية هقوم شايله الغطا واسيبها بقى علشان تاخد وش وتتحمر من فوق وتستوي وتنشف في الفرن. دلوقتي اخدها هحطها على البوتاجاز وبعد كده هدخلها الفرن. ودي الفراخ بتاعتنا يا حبايبي بعد ما طلعتها من الفرن. الله الله على الريحه ولا الطعم، طعمها لذيذ جدا. احكموا انتوا بنفسكم، جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. يلا نطلع واحده كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع ورك كده ونشوفه. واو ما شاء الله، اللهم بارك. ايه الجمال والريحه والطعمه دي، شايفين؟ ولا الصوص بتاعها يجنن. ايه الطعمه دي؟ فراخ في الفرن بتتبيله لذيذه ورهيبه جدا. جربوها وقولولي رايكم في التعليقات ايه. فيديو النهارده فراخ في الفرن بتتبيله لذيذه جدا وحاجه بسيطه وسريعه في نفس الوقت. لو عجبك الفيديو وعجبتك الوصفه ما تنسيناش في اللايك والشير لكل اصحابك على الفيسبوك علشان قناه اكل السما تكبر بيكم. كنت في مطبخ اكل السما، من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ وعلى قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.